جابكم من البصرة؟ نعم. ايه. شنو هاي الفنية الجديدة؟ يعني ابنك كارلوس والله العظيم ولا انا ذيك ويحكي على الحكومة. ايش على الحكومة؟ ايه. ويحكي على صدام حسين وعلينا. ما زين سويت لكم ما رشحت. في أواخر تموز من عام 1996 كان الرباع العراقي رائد عبد الأمير خضير يحمل علم العراق في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في أتلانتا. حينها كان رائد يعد العدة لخطوة جريئة وغير مأمونة العواقب. شاركت في بطولة العالم في رفع الأثقال أقامت في الصين عام 1995. كانت بطولة ناجحة وحاولت أن أفكر يعني بطلب لجوء ولم تسمح لي الفرصة. ليش؟ لأن تعرفون بلد الصين هو وضعه يعني تعبان، وفي ذلك الوقت أنا كنت بايت في السفارة العراقية في الصين. السفارة العراقية الكل يعرف كان الأشخاص اللي يشتغلون بالسفارة هم أشخاص تابعين للنظام، وهم أشخاص كلهم مخابرات وأمن، وتقرير يومي عن الوفد العراقي الموجود في الصين. فكنت ما أقدر يعني أتصرف تصرف محتمل إذا أطلب لجوء للوفد اللي موجود أو اللجنة اللي تنظم البطولة، محتمل يسلموني للسفارة العراقية ويقولون هذا الشخص غير مرغوب فيه أو كذا ويتحاكم. فقررت في ذلك الوقت أنه أحسن فرصة هي الدورة الأولمبية. وعلى العموم كان يعني حدث تاريخي أنه 197 دولة مشتركة في الأولمبياد. فقلت إن شاء الله عند وصولي هناك وإذا حصلت الفرصة أنه أطلب لجوء، إن شاء الله أطلب اللجوء، مع العلم أنه ما يعني بالنسبة لأهلي الوالد أو الوالدة ما عندهم أي علم أنه أنا راح أطلب لجوء. حاولنا الاتصال واتصلت بزوجتي وعلى أساس أنه تطلع على كركوك ومن هناك يتم الخروج من العراق. في نفس اليوم عندما وصلت إلى كركوك سويت أنا قلت لهم راح ألقي مؤتمر صحفي، هو المؤتمر الصحفي هو يمثل اللجوء. فتفاجأ الوفد العراقي عندما شاف رائد عبد الأمير على التلفاز أنه هو رياضي عراقي يمثل العراق وكان حامل راية العراق في دورة الألعاب الأولمبية. وقبل أيام أنه العراق ظل يحكي عن تاريخ رائد ورائد كذا رياضي ومعروف وهو تاج العراق وما أدري شنو يمثل السيد الرئيس، وفي اليوم الآخر يشاهدونه بالتلفزيون يطلب اللجوء. وقع تلك الخطوة كان قاسيا جدا على القيادة العراقية، وبالأخص عدي صدام حسين رئيس اللجنة الأولمبية. أول الأمر اجتمع عدي بأعضاء اللجنة الأولمبية العراقية. دكتور صادق، احنا كنا يعني محقولة اني لو اقارن بين دكتور صادق وانمار اطلاقا ما اصلا ماكو اوجه مقارنة. يعني احنا كنا ويا دكتور صادق، بس اساسا الاخوان وقاعدين هم يتحملون هذا المسؤولية. الحكي قدامك محمد وغازي ودكتور رافع وهذا حتى ريفي انا، يعني قالوا عيب يروح دكتور صادق هيجي شغله صغيره بالنسبه له وهو عميد كليه انه يلزم الخاولي ويفهم. شفناها صحيح مقارنه. ما جاء سالني يجوز اني اختلف، يجوز اني اريد دكتور صادق، بس اني من قلت له هذا القرار صار هيجي انت ما موجود. حتى دكتور علي رحت عليه للفاتحه وقعدنا بالفاتحه واخذ رايك مو تمام؟ قلت اني همينه دكتور علي اخذنا رايك بمكان. لا دكتور علي اني ورا ما قلت لي انت اني هم رحت للفاتحه شخصيا بنفس اليوم اخذت رايه. قال لي اني اصلا طلعني من السفره واني هم اعيد انه الدكتور صادق ما يروح لنا هاي صغيره علي. دكتور شو استاذ اني التبرير مع كل احترامي له على عيني وراسي والتزم به، بس هذا تجمع كل 4 سنين يدزون واحد عنده خلفيه وطنيه
سياسيه، يعرف وفود عربيه، يعرف يتعامل ويا رياضيين، عنده على الاقل باك جراوند فني، رياضيين رايحين يدخل لهم بالقاعه بالحماء بالشيء، يعني القرار مع احترامي له بالاغلبيه على عيني وراسي وكنا نلتزم، بس مو صحيح. وقبل ما يرفعوا لك الكتاب جيت على واحد قلت لهم نفس الكلام، الى ان حكيت ويا رافع قال لي اكتب طلب للاستاذ. طبيعه الاداري، واجب الاداري شنو هو؟ طبيعه العمل اللي حيقوم به هو اللي خلى المال يروح، مو دكتور. ومثل ما قال هو يعني وجه المقارنه ماكو دكتور صادق ويا استاذ المال. احنا ليش نظن حكي؟ يعني اذا عندك شيء جديد ضيف لنا هذا حكي اي هو الجديد اللي قالوا هم دفاعا مو عن المكتب التنفيذي ولا عن الاتحاد، الخطا اللي صار بالاداري. الاتحاد انا حق، يعني الاتحاد يقول لك هذا مو مرشح، يعني مو انطاني كتاب. لا هم مرشحين احتياط. فانا راح احقق بهذا، اذا طلعت هذه صحيحه انا بالاتحاد ما له ضرر. يعني لا شيء جديد نسمعه. عفوا سيدي. والله سيدي الحقيقه يعني انا اشعر بالاسف حال رفاقي وزملائي بالاتحاد، يعني موقف ما يفرح ولا يسر. واحنا حتى الظرف الحالي هو يعني بس صارت يعني واني اشعر بالخجل. عدي أمر باستدعاء كامل أفراد عائلة الرباع العراقي إلى بغداد بعد يوم واحد من طلبه اللجوء. وفي الأول من آب عام 1996 تم اعتقال عائلة الرباع العراقي ونقلهم من البصرة إلى بغداد. من طلبوا اللجوء احنا ما ندري به. جانا الساعة 5 سمعت صوت بالحديقة، الأستاذ عبد الباقي نزلت من السطح، أبو رائد خو ماكو شيء. قال لي هذا عبد الباقي يقول يريدني أنا وياش يكرمنا أستاذ عدي. قلت له علي شنو يكرمنا؟ مرته يمه ويروح يكرمها، هي أقرب الناس إليه يعني مو احنا. قال لا ما يريد مرته، يريدك أنت وأبوه. قلت له ما يصير الباكر؟ قال لا هسه يريدكم. ما قال يابا ترى هم راح يجون هسه ياخذوكم تهيئوه، مثلا الولد اللي ما لابس مثلا محمد نايم تكرمون بالكسوه قعدوه مثلا بس شيء. والله انا رحت قلت لك اجى تليفون من امريكا عده لي، رحت قال يردوك على التليفون. بنيه قالت لي اذا بيك تقدرين تطلعي لي محمد وعمار عن طريق الشمال. هو اجى يركض وراي ويا ركضت انا سديت التليفون. قال لي شنو اكو شيء؟ قلت له هيك شيء كل شيء ماكو. طلع على التليفون ماكو شيء. انا طلعت لقيت وتدخل علينا الجنسيات 2 والسوبرات وهذا سياره مال ملازم احمد وياهم ومطوقين والاسلحه والدنيا. قلت يا ستار يا ربي هذول على يا بيت يردون يجبونا من الصبح. والله شويه شيتوا على بيتنا. هم كان احنا الحديقه بعد هي خشب ما مسويها، دفر الباب راسا على الغرف، لا حتى عبايه طلبت من الجيران حطيتها على راسي واخذوني. الصغيره كان نايمه على السطح، كانت بالخامس هسه بالسادس اعدادي. جروها من على الدرج هي وخواتها اثنين حتى انكسرت البايه بها. استمر عدي بالسؤال عن زوجة الرياضي الهارب، مؤكدا أن رجال الأمن يبحثون عنها ولا يجدون إليها سبيلا. انتوا وين هسه؟ بالبغداد استاذ. وين شو هو من سافر من الامن يدورون عليها ما ادري. لم يكن الرياضي العراقي ليقدم على تلك الخطوة مضحيا بعائلته، لولا أنه اكتشف أمرا اعتقد معه أن عائلته ستكون بمنجى حتى حين. بس اللي أنا أعرفه أنه الكفيل هو اللي يكون مسؤول عن الشخص اللي يطلع خارج العراق. الكفيل أنا مالتي عدي، فلذلك هو ما يقدر يسوي شيء. وأنا كل معسكراتنا التدريبية وحياتي قضيتها بالرياضة، من لعبت الأثقال، المعسكرات كلها تكون ببغداد وعائلتي بالبصرة، أهلي موجودين. بس كان زوجتي أهلها موجودين ببغداد بالسيدية، فأروح وأرجع عليهم. وإنما أهلي ما عندهم علم حتى بسفري شو وقت صار، أنه سافرت ولا لا. فلذلك أنا يعني متوقع أنه هو يحاسبهم وما يحاسبهم، وإنما ممكن يعني تجي هيك فصدف يعني أنه ما يقدر يسوي لهم شيء، أنه هو الكفيل. مو مثلا لو والدي كفيل لا،
يعني عنده استعداد يعدمه قدام الناس هو، بس يعرف هو المذنب. وبدليل بعد ذلك من طلبة اللجوء كل وفد يطلع خارج العراق المفروض عنده زوجه او اخو او ابوه هو يكفله، حتى في حاله اذا هذا خرج وما رجع العراق الكفيل يحضر. انتوا مشكلكم مو من اهل البصره، انتوا منين؟ من العمال ولا نصريه؟ اولاد عامر. ها؟ اولاد عامر. الحمام. اصلا البصره. ما صار المفروض يسمون كيجي عليهم. محمد لا تصفن عليه، بالنهايه المفروض يسمون كيجي. يعني نقاسة ما تطلع من عندي لو ما في نقاسة ببيتكم وما ربيتوا على هيك نقاسة. واحد يطلب الرجوع السياسي ويحكي من هذا شو يسموها؟ رفعة راس؟ لا عكس هذا. هذا غلط هذا. لها عار مو غلط. غلط عليه عار عليكم. شنو بعد شو يسموها النقاسة؟ شنو بعد ينقسم؟ طلب عدي إيقاف التصوير ليختلي بالعائلة دون رقيب. قال ما طولها قطعوا الكاميرات عنهم وقطعوا جهاز التسجيل. من قطعه هو كان يقول لنا انا راح اسوي نداء ويا رائد ب11. قال اذا ما حصلتوا نتيجه من تكلمونا فانقص رؤوسكم ثلاثتكم. قال ما طول ما حصلت حطوهم خذوهم للامن.